الو الو الو. الو. يا هلا اخوي. هلا، يعطيك العافيه صوت. الله يعافيك. الكلام ده اللي هنقوله مباشر على الهواء، صح؟ حديثي معك. نعم نعم نعم. طيب انا هقول لحضرتك حاجه. اولا بالنسبه لرئيس حسني مبارك، احنا كان لينا وقفه ومقابله معاه شخصيا في رئاسه الجمهوريه قبل الموضوع بتاع ده ب5 سنين. اوكي؟ نعم سامعني؟ في ناس كتيره كان وراهم عبد المجيد محمود من زمان. ماشي؟ النائب نعم العام ده ماشي، ده بيصفي حسابات مع علاء مستشارين سابقين، يطلع معاش يروح مطلع ابنه وراه يحصله بمجلس تأديب عشان يصفي حسابات. لما قابلنا الرئيس وقلنا له الكلام ده، الرئيس اتفضل مشكورا. بعد كده بدأ زكريا عزمي يقابلنا ويحجبنا عن مقابله الرئيس. الرئيس هو محترم وكل حاجه، بس اللي تحت منه كانوا حاجمين رؤيته للشعب. هنرجع للي بيعمله عبد المجيد محمود مع الرئيس حسني مبارك. بيعملوا ليه؟ هو اصول كان يعترف بجميل حسني مبارك اللي عينه نائب عام وخلاه تخطى 39 واحد قبليه. جابوا واشاد بيه اللي كان ماسك في امن الدوله وعينه نائب عام وتخطى 39 واحد. ما حفظش الجميل. القصه كلها ايه بقى؟ اللي هو يبان فتره حسني مبارك سنه 97 96 تحديدا، كان ريان محبوس بقاله 8 سنين بيعاني من حكايه توظيف الاموال. نعم فكان من ضمن العملاء ليه، والكلام ده مستندات في الرقابه الاداريه عند اللواء عادل وفا، لو لسه عايش يا رحمه ليه ميت او عايش ممكن تطلع المستندات ديت. كانت تصفيه حساب كلها اللي كان حسني مبارك اودع الريان في سجون القاهره، سجون مصر. نعم. فكان بيطلع معظم العملاء بتوعه في النيابه. يعني الثوره دلوقتي بتحاكم ناس ما لهمش اللي يتحاكموا. ده في سنه مسكوا 43 قاضي في عهد محمد بيه نجيب، 43 قاضي في شمال القاهره مرتشين واتحالوا للمحاكمه واتحبسوا. اوكي؟ كان اصول منهم الناس ديت ابان فتره الريان مجمع شرق القاهره بتاع المحاكم، كان عين شمس الريان بيتحاكم فيها في مضاهات توقيع. بيجي عشان ايه؟ يضاهي توقيع، لان العلاقه دي ليها بحسني مبارك. بس استحملني دقيقتين. كان نعم وكلاء تفضل. النيابه كلهم بيقبضوا ويبقى فيهم المحامي العام في شمال القاهره قاعد، بلد شرق القاهره، الرئاسه، رؤساء النيابه ووكلاء النيابه. كانت الشنط بتتحط الو في شنط العربيات. كله كان ساخط وبيشتغل من الو تحت رئيس الجمهوريه بدون علمه. الو. تمام حضرتك؟ يبدو الو ان فقدت الاتصال. الو. الو تفضل. سامعني يا اخو سعود؟ الحين سمعتك. تفضل. كله كان بياخد. الرئيس ما كانش يعرف الحاجات ديت والوزراء كانت بتاخد. حلو. النائب العام بيصفي حسابات نتيجه ان الريان خرج من سنه. الريان بقى له بالظبط 4 اشهر. نعم اشمعنى الزوبعه بتاعت الثوره ما قامتش لما الريان خرج من سجنه وسد فلوس المستثمرين من لعبه في بورصه العالم؟ هو قاعد عند وكلاء النيابه بموبايلات بيدفع من الارباح اللي بيحصلها من البورصه، وطلع معاه فلوس المودعين كلها كامله مضروبه تعمل 25 مليار او 50 مليار دولار. ليه الثوره قامت على حسني؟ وليه عبد المجيد محمود ما افتكرش لحسني مبارك وما عملش بعهدنا في النيابه؟ ما كان بيجي وكيل نيابه يتحبس ولا دكتور نقول كفى ما رآه من معاناه الضبط والاحضار والتحقيقات والحبس الاحتياطي وفقد منصبه الوظيفي، لذلك نرى حفظ التهمه وعمل بامر وجه ايه؟ عمل امر وجه ايه؟ باستبعاد الجنايه منه، امر وجه للدعوه بنحفظها. فما بالك رئيس دوله؟ لكن هي دي التلاميذ من زمان للريان. اما سخط على الرئيس عايزين بقى نحاسبه. الثوره قامت، فخلينا نشغل الفلوس اللي احنا دفعناها من سنين، من سنه 96 لغايه دلوقتي بدفع لكم لغايه ما قعدتوا في المناصب الكبيره وصرتوا قضاه ومساعدين عموميين للنائب العام ونائب عام ووزراء. عندك دليل عادل وفا ممكن تلجئوا له. فين الوزاره؟ فين عندنا في مصر اصلا الرقابه الاداريه ما اتكلمتش ليه وطلعت المستندات اللي عليه وعلى هشام حموده وعبد الجلال عبد اللطيف والناس دي كلها؟ ما طلعتش ليه؟ على النائب العام للثوره سايباه. ده لو راحوا شباب الائتلاف اللي بيقولوا عليهم لو هم شباب فعلا ودي ثوره عايزين يصححوا، لا معالجوا الداخليه كله ومسكوا في الرئيس، يروحوا يمسكوا في النيابه ويمسكوا في القضاء يصفوها، تبقى ثوره بتنظف الكل. ويجي ينتهي في الاخر يطلع واحد فعلا يعرف القانون ويحلف اليمين اللي حلفه قدام وزير العدل وقدام المجلس، اللي هو قال والله احلف بالله العظيم ان احترم القوانين وان احكم بين الناس بالعدل. ينفذ العدل على حسني مبارك زي ما نعمله مع دكتور ولا مهندس ولا ولد جامعي ونحفظ له الاتهامات ونبعد الشبهه عنه بنعمل امر بأقل وجه. يطلع واحد يراعي اللي ده كان رئيس دوله، مش حته يعني مسؤول في اللفظ ماسك كرسي حساس في الدوله، ده رئيس دوله.
علاقاته كلها مع رؤساء العالم وملوكها وامراءها. ده كيان لمصر رمز. اصولي يجي يحفظها من باب اولى للرئيس، يجي كفايه اللي يقول لدواعي الصحيه والظروف الانسانيه، بلاش اللي هو كان رئيس دوله، راجل مريض عنده 83 سنه، هل يحاكم في الكويت واحد عنده 50 سنه 60 سنه بيودع بالسجون او التنفيذ المدني اللي عليه مديونيه؟ توجه لي سؤال؟ اتفضل يا باشا. توجه لي سؤال، يعني انا انت كمل البالك، انت مطلع يعني كمستشار اكثر مني، يعني انا بالقانون، ولكن انا استشهد بالاستاذ سعود سبيعي امس، وجهت له العفو، وجهت له نفس سؤالك وقال القانون ما يمنع، قال القانون ما يمنع يعني العمر. تفضل قصر على التلفزيون لو سمحت استاذ وائل. انا اقول لسيادتك حاجه، المخطط ده كله مدروس من قبل الثوره، اول ما قامت من اول يوم احنا عارفينها، وقاعد مع زمايلي هنا ناس مستشارين وناس دكاتره وناس محترمه وظباط سابقين في مصر. المخطط كله اتدرس وبان. اوضح نقطه بس استاذ وائل، يقول لك الاستاذ سعود سبيعي معنا على الخط، يقول الديون المدنيه بعد 60 سنه لا يحبس، او جنائي عندكم في الكويت لا يحبس، او جنائي او جنائي او جنائي صحيح، عشان الظروف الانسانيه صحيح والسن بتاعه. طيب ده رئيس دوله بقى، يعني بتطبق في مصر وفي الكويت. صحيح. ماشي، انا مع حضرتك. المخطط ده كله احنا دارسينه وقاعدين، كنت بناقش زمايلي من ساعه ما الثوره بدات في اولها قبل ما الرئيس يتنحى. سامي عنان بيعه، قال لهم الجيش هيبيعه وهيقف، يقول احنا مع الرئيس وهيقف. الشعب جاي تنبيهات من امريكا لسامي عنان لما يرجع بالطياره ما تتعرضش للشعب، سيبهم ضد حسني قاعد في الكرسي، اديكوا اسمكم انتشرتوا، مفيش خيانه من الجيش، القيادات لا تعدم لان كنتوا متواجدين. حسني اتشال، اسمكم انتوا كنتوا مع الشعب لان دول ابنائكم. كله كان بيرمي الكرسي وعايزين يشيلوا حسني عشان في واحد عايز يقعد بداله، الرئيس حسني مبارك. كله عايز يقعد. انا بقول لحضرتك في قرانه نفسي، النائب العام ده لا يصلح اللي هو يقعد، ومستعد انزل له مصر كمان اسبوع وياخد التسجيل ويحاكمني، مش مشكله، بس ده يعني اللي بقوله حق بتاع ربنا. انا واحد اصلا ما كانوا على خلاف معاه 6 سنين او 4 سنين، على خلاف معاه هو شخصيا من قبل ما يقعد على الكرسي، وسبتها له قبل ما يقعد على الكرسي بسنتين. شوف سيادتك، نعم. عندهم بقى لو عايزين الشعب يقول عايز حسني مبارك، والنائب العام اصلا عمال يحبس فيه، ياخد بعض الشعب ويطلع على الرقابه الاداريه ويقول لهم عايز المستندات اللي على عبد المجيد دوت عشان نشيله ونجيب نائب عام بحقه حقيقي، بيراعي ضميره وبيحترم القوانين. استاذ وائل، خلينا نعيد النقطه هذه اللي قلتها، يعني النقطه هذه اللي قاعد تقولها نقطه خطيره جدا. ابيك تعيد هذه النقطه الاخيره ولكن بهدوء، خلينا نتمعن فيها اكثر يا استاذ سعود والناس تفهمها. اسمي طالع قدامك على الشاشه وعندكم تسجيل، لو طلبوه في مصر اديهولهم. شوف انا بقول لك حاجه، انا مصري صعيدي اصلا ومتربي ومتجوز هنا من اهل البلد، عندي استعداد انزل له مصر واواجهه. عادل وفا موجود في الرقابه الاداريه، لو الشعب زي حسني مبارك وعايز حسني مبارك يقعد بيحسب نفسه رئيس الدوله في الفتره دي وفرحان بنفسه، ينزلوا على الرقابه الاداريه يطالبوا ببيت عادل بيه وفا لو حي او لسه موجود في الرقابه الاداريه، يجيبوا مستندات اللي الدين كل دول، يروحوا لواحد عاطي المستشار عبد فايق قضايا الدوله، يطلعوا القضيه اللي قتل ابن عم عبد المجيد محمود واحد في الانتخابات واتحفظت امر بلى وجهه اللي وقع عليه عبد المجيد محمود وهو محامي عام اول استئناف رئيس محكمه رئيس استئناف نيابات عالي القاهره. نعم. كل دي مستندات. هل يجوز واحد زي ده متورط مع الريان ومتورط في قضيه قتل ومتورط في محاكمه الرئيس مش قادر يعني يفرض القانون ويراعي الاعتبارات الانسانيه، هل يجوز ان ده يفضل قاعد على الكرسي؟ حكمتوا مصر كلها بما فيهم حسني مبارك رئيس الجمهوريه، مش قادرين تحكموا مع التجاوزات. روحوا لهشام بيه البسطويسي اللي مرشح نفسه رئاسه الجمهوريه، روحوا لاحمد بيه مكي، ما الناس دي عارفاه، عارفه عليه ايه؟ عندكم بلاوي. روحوا شوفوا الشرقاويه اللي كانوا مساحين عربيات، يبان فترتهم بعلاقته بيهم بقى اصحاب اجنسات كبيره في مصر وعندهم 30 40 مليون ودخلوا في ال 200 مليون دلوقتي، مجرد تسهيلات. اللي يكلم البنك ادوهم قروض، كانوا بيمسحوا عربيات اللي بتتباع بيع وشراء مستعمل، ده عندهم مصانع عربيات في مصر. جاي دلوقتي بتساعد الناس الفاشله
والناس اللي بتتربح بسبب وظيفتك انت، وست حراميه وواحد طالع من السجن كان واكل فلوس الشعب سدها من ارباحهم وطلع وكان بيديك من سنه 97 انت واعضاء نيابه، واخد بعض يده قاعد ومصمم تحاكم واحد حكم بلد 30 سنه. انت مين عشان تحكم؟ انت شخصك قدام الهيئه القضائيه كلها عارفاك انت مين. انت قدمت في نيابه النقد كذا مره ومحكمه النقد وتوفت ونواب النقد قالوا الملف ده ما يخشش عندنا النقد. لما قعدت نائب عام بدات الفيلم اللي هو جايلك من تحت 39 واحد حطك فوقهم وطوجك عليهم. انا مش بعمل كده. حسني اصلا مش هيرجع الرئيس، يعني الرئيس عدى وعدى السلام. احنا عارفين انه ما يرجع وهو تنازل عن الحكم، ولكن احنا نقول عدم اهانته بهذه الطريقه لابد انه يعني يوقر. هذا تعسف في استخدام السلطه وتعسف كبير يعني من النائب العام. نعم. احنا شوف اي واحد في النيابه دلوقتي لما يجي يحاكم واحد بيعتبره لو كبير في السن زي والده بيعتبره اخوه لغايه ما يثبت اللي هو متهم. صح. بعد ما تثبت ادانته روح بقى يا ابني من قدامي، يغلط فيه بكلمه يديله حبس، هو حر بقى، بس ثبتت الادانه. انت دلوقتي بتحاكم الرئيس على ايه؟ بتحاكمه اللي هو قتل الناس اللي في ميدان التحرير؟ طب ما الرئيس طلع في لقاء على القنوات الفضائيه قال يا جماعه ما حدش يتعرض لاولادي، انا بقول لكم خلوكم في الثوره بتاعتكم واعملوا اللي انتوا عايزينه. نعم. حصل ولا لا؟ صح. اتعرض عليه ضربه باف 16 قال لا، جم قالوا لا ده هو اللي قال، وسامع عنان رفض وسامع. طب ما سامع عنان كان بيهدد اللي يروح يجيبه من البيت بالمدرعات، لولا رئيس القوات الجويه قال انا هشيل لك مدرعاتك من على الارض. نعم. انا هنسف لك مدرعاتك من على الارض. ده استاذي، يعني انتوا كنتوا كلكم بتنموا للكرسي. ازاي انت واحد بتطمع في كرسي واحد قاعد رئيس كان قاعد حامي بلدك وحامي شعبك؟ هو الرئيس كان حاجب نفسه عن الشعب واللي تحت منه متسببين في كده في مشيئة. طب عصام شرف اشمعنى القرار اتغير لما جه عصام شرف الكويت بتاع ايداع مستشفى سجن تورا؟ سمعت من بعض الزملاء ما رضاش على حد علمي، قالوا اللي اتحدد القرار عدلوه بتاع ايداع الرئيس، يقعد في مستشفى شرم الشيخ يقعد في مستشفى القوات المسلحه محتجز. اشمعنى تعدل لما جه عصام شرف الكويت؟ ما تعدلش ليه يا معالي النائب العام قبل ما عصام شرف يخش الكويت؟ ولا الشرف ما بقاش شرف؟ هي كلمه شرف وما لهاش معنى الشرف. مشكله الشعب المصري يا استاذ بيتكلم ويعيط ويكلمك بس مش شايفين حاجه، ما قعدوش على كراسي، ما شافوش حكم مصر ماشي ازاي، ما وصلوش مناصب. نعم. عايزين يعيطوا، عايزين بابا حسني، عايزين يعيطوا وعلى الرئيس نخلص. طب ما تنزلوا، ما انتوا عملتوا الثوره وشلتوه، انزلوا اعملوا الثوره وفي ايدكم اللي انتوا تحطوه على الكرسي مش تبرئوه. صح والله كلام. انتوا قاعدين كلكم خايفين، كل واحد خايف من الكرباج، ما بقاش في داخليه دلوقتي. فين الكرباج اللي هتوافقوا على قفاكم؟ لا انا بكلم اخواتي المصريين، فين الكرباج اللي هتوافقوا على قفاكم في مصر؟ الداخليه قاعده في البيت. منصور العسوي من اشرف الناس اللي كنت وانا في النيابه، كان ماسك مديريه امن الجيزه، كان راجل عميد فيها لو هو لسه موجود. محمود وجدي كان عميل مرتشي مع النائب العام، كان هو اللي بيجيب الريان بيطلعه من اداره السجون ويوديه النيابه. مجدي جلايب عقيد دلوقتي رئيس اللواء كان مرتشي. الشعب يطلع الرقابه الاداريه يا استاذ سعود، يطلع يقول الكسب غير مشروع. هتقول الشرقاويه دول بتوع السيارات معابد الشرقاوي ديت من اين لك هذا؟ اول ما يتضربوا هم ما همش ولا متعلمين، اول ما يتشد عليهم والمباحث تمسكها يقول لك احنا ورانا فلان وفلان وفلان. هتلاقي فلان اللي بيحاكم الناس هو عايز يتحاكم. اذا كان رب البيت بالدقه فما شيمت باقي اهل ليه البيت. انا اعرف لما اجي حاكم واحد اكون انا حكمت نفسي قدام ربنا وربنا راضي عني، اللي انا معليش خطيئه معليش. يعني انت استاذ وائل يبدو ان معلوماتك لقربك في واحد من السعوديه مطرش مسج يقول يا استاذ وائل ما هي مشتركه ما بين عبد المجيد محمود ومحمد حسين طنطاوي وسليمان؟ يا باشا ما فيش حاجه بينهم مشتركه الا لو نخورت في المشاكل. كله مستفيد من ارض مصر سواء اللي على الارض او اللي تحت الارض. ده شغل تاني. ده عمر بيه سليمان رئيس مخابرات طمع اللي يسيب جهاز حساس ويمسك نائب رئيس الجمهوريه عشان يتطلع اللي يمسك رئيس جمهوريه بوعد من امريكا. هي القصه عايز تعرفها بس مش عايز اطول عليك عشان ما اخدش البرنامج انا لحساب نفسي. لا طول يعني طول. لا بس كلامك في الزبده. المخطط بان الاول، المخطط نعم. تم بعد كده بقى في اساءه.